السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد في قناة القبطان والاميرة. النهاردة جايين معاكم يا حلوين عند مجمع عيادات دكتورة ايناس فاروق حسني. عايزة اقول لكم احلى مكان وبجد انضف مكان ممكن تيجي فيه، وهو المكان هنا. احنا عندنا مجمع عيادات، يعني عندنا كل التخصصات اللي انتوا تتخيلوها واللي مش عارفينها كمان هتلاقوها برضو موجودة عندهم يا جماعة كل التخصصات. عندهم كمان معمل، عندهم كمان تخاطب، عندهم امراض نساء. هنجيب لك عروض كتيره النهارده. المكان منظم ونظيف وحلو قوي. واهم ميزه عندهم ان انت كل ما تيجي مفيش انتظار، يعني انتوا حتى لو تلاحظوا انا جيت مفيش انتظار، كل حاله بتيجي على الميعاد بتاعها، ودي حاجه مهمه قوي. لو عندك اطفال ما تشتيش الهم، برضو هتلاقي موجود عندهم الكيدز اريا زي ما انتم شايفين. واولادك بقى يجوا يستنوكي هنا، وبيقعد معاهم كمان هنا ممرضه تخلي بالها منهم على بال ما انت تخشي تخلصي الاستشاره بتاعتك او الكشف بتاعك. المكان ما شاء الله كل حاجه هتلاقيها موجوده. تعالوا بقى نشوف وصف عنوانهم ونرجع لكم تاني. مش بس هم مش مكان واحد، دول مكانين كده جنب بعض. هتلاقوا بقى عندهم كمان المعمل، وهتلاقوا عندهم كمان عياده الاسنان. عندهم عروض كتيره جدا جدا النهارده. بصوا ده كده المكان التاني اهو. انا قلت بس الاول كده افرجكم على ايه، على المكان كامل. بصوا فيه كمان غرفة للتعقيم. طب يلا بينا بقى نشوف وصف عنواننا ونرجع لكم تاني يا حلوين. انا في محافظة اسكندرية في منطقة سيدي بشر. انا دلوقتي بوريكم الطريق اللي على الكورنيش. احنا هنا في سيدي بشر على الكورنيش. عندنا الناس تكون الشرقيون، وعندنا الجنينة بتاعت مسجد سيدي بشر. احنا هنا عند البنزينة، ندخل الشارع اللي على اوله البنزينة. الشاطئ اللي في الوش ده يا جماعة ده كده شاطئ سيدي بشر، تمام كده. لو انت جايه من ناحيه محمد نجيب، وكده لو انتوا جايين من ناحيه المنظره، تمام. لو انت جايه من ناحيه المنظره فهتخش الشارع اللي على اوله البنزينه، هيكون على ايدك الشمال، تمام. ندخل بقى الشارع ده، البنزينه اهي. احنا النهارده رايحين عند مجمع عيادات دكتوره ايناس اهو يا جماعه. انا فضلت ماشيه كده بقى هيقابلكم تقاطع. التقاطع دوت شارع خالد بن الوليد. احنا يعتبر في ايه، في اوله كده اهو. بصوا دوت مسجد سيدي بشر اهو يا جماعه، شايفينه ده مسجد سيدي بشر معروف جدا. وانت جايه بقى كده هتخش الشارع ده اللي هو على اوله عصير السلطان، تمام كده. هندخل الشارع ده على اوله عصير السلطان، وعلى اوله محمصه نادر. ادخلي بقى الشارع ده كده اهو على نفس صف الشمال. همشي حبه كده واوصل لكم تاني. بصوا يا بنات، انا يا دوبك مشيت هم خطوتين لقيت فيه اليافطه المضيئه دي اهي. هنا المكان مجمع عيادات دكتوره ايناس فاروق حسني التخصصيه يا حلوين، تمام كده بقى. لو انتوا جايين من ناحيه شارع جمال عبد الناصر فتبقوا جايين بقى من الاتجاه ده، يعني هو المكان سهل جدا. تخشوا بقى هنا في المدخل هتلاقوا المجمع في وشكم على طول. النهارده زي ما قلت لكم احنا جايبين عروض كتيره، بس هنبدا بقى بايه؟ هنبدا اول حاجه بالمعمل. نسلم على دكتوره ايناس. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ نورتينا. الله يبارك لك. يعني انا بحب اجي عندكم وانت عارفه دوت. الله يبارك لك، الله يعزك، مبروك كيس المعمل. الله يبارك فيك. لازم بقى ما دام رخصنا يبقى لازم عروض ان شاء الله باذن الله، ما تقلقيش. احنا الحمد لله زي ما وعدناكم المره اللي فاتت، احنا ما بنشتغلش غير لما بيكون معانا ترخيص كامل. معانا ترخيص كامل معمل باثولوجيا كلينيكيه، اللي هو جميع التحاليل بتاعه الدم وعينات الدم، البول، البراز، المزارع، كل التحاليل موجوده عندنا. احنا بمناسبه الافتتاح احنا فاتحين دلوقتي بقى لنا تقريبا 4 شهور، بس عشان خاطر بس متابعين قناه القبطان والاميره مدام سالي عاملين لكم عروض مخصوص باسعار مميزه لمتابعين قناه القبطان والاميره. الله يعزك يا رب. مثلا عاملين عمليه عمل صوره دم كامله اللي هي CBC ب 70 جنيه. تحليل جميع تحاليل السكر اللي هي صايم وفاطر وتراكمي HbA1c ب 135 جنيه. التحاليل كلها بتاعت السكر يا جماعه، 3 تحاليل صايم وفاطر وتراكمي ب 135 جنيه. عندنا عمل تحاليل صوره دم كامله ووظائف الكلى وتحليل بول كامل اللي هي CBC باولينا وكرياتينين ويوريك اسيد وتحليل البول ب 199 جنيه. عمل صوره دم كامله وتحليل الدهون كامله اللي هي CBC كوليسترول، دهون ثلاثيه، الانواع الثانيه من الدهون اللي هي HDL و LDL و VLDL ب 222 جنيه. عاملين صوره دم كامله ووظائف الكبد ووظائف كلى الاثنين ب 199 جنيه. دول طبعا مهمين قوي دول، يعني لو كبد وكلى وتحليل عد دم كامل الثلاثه مع بعض ب 199 جنيه. حلو. اللي هم CBC باولينا وكرياتينين والتحليل بتاعت الكبد. عندنا تحليل شامل ب 499 جنيه اللي هو صوره دم كامله، وظائف كلى، وظائف كبد، تحليل سكر، تحليل دهون كامله، وتحليل بول. طبعا انا عايزه اقول لكم التحاليل غلت قوي والاشعاعات غلت قوي وكل الحاجات بتاعت الرعايه الطبيه غلت، بس هم بصراحه عايشين لسه باسعار زمان. لان احنا بنتحاول، زي ما قلت لك المره اللي فاتت، احنا عايزين نوصل ممارسه الطب في كندا للمواطنين المصريين. وزي ما انت شايفه احنا المعمل عندنا كل حاجه جديده. بصوا فعلا كل حاجه جديده. بصوا
يعني عايزه اقول لكم اهم حاجه عندهم بجد يا جماعه النظافه. بصوا الحاجه بكراتينها والله بسم الله ما شاء الله، المكان مجهز جدا جدا جدا. التحاليل هتكون دقيقه تماما، النتائج هتطلع لك مظبوطه، انت مش محتاج تعيدها في معمل تاني، كل حاجه متاكدين من صحتها ومن نظافتها. وطبعا زي ما قلت لك قبل كده احنا الاجهزه عندنا كلها جايه من بره، كل اجهزه مستورده وعلى اعلى مستوى من الاجهزه. ايوه، وإن شاء الله فانتوا بإذن الله المكان موثوق يعني بالنسبه فعلا النتائج، ما تقلقوش. الحمد لله، وان شاء الله نقدر نفيد كل متابعين قناه القبطان. الله يبارك لك. في بقى حاجه تانية اقول لكم عليها برضو، بس عايزه اوريكم دي كده غرفه السحب، صح؟ سحب الدم أيوة. اهو بصوا. طب نقدر برضو لو في حد عايز يعمل تحليل في البيت، في برضو زيارات خارجيه؟ حاليا ايوه عندنا زيارات منزليه بس في المنطقه اللي حوالينا، بس مش هنقدر ننتشر في اسكندريه كلها، احنا في سيدي بشر بحري، فالمنطقه اللي حوالينا سيدي بشر بحري، سيدي بشر ابري، المنظره، الاماكن اللي حوالينا، المنطقه اللي حوالينا بس، انما مش بعيد قوي. حلو قوي جميل. ندخل بقى على عيادة الأسنان، وطبعا ديت الناس كلها بيجوا هنا وانتوا عارفين دوا المكان. أنا دخلته ريحة التعقيم باينة جدا، نظافة نظافة نظافة. بصوا يا جماعة بجد والله، الناس اللي بتشك كده أو الناس اللي بتقلق والناس اللي بتحب الحاجة نظيفة 100%. بصوا أهو، ولما تيجي تخشي ريحة المكان ما شاء الله. بصوا النظافة، المكان معقم على أعلى مستوى. بصوا اهو في اشعه. عياده الاسنان عاملين عليها عروض جامده. اهم نقطه عندهم مفيش انتظار، دي اهم نقطه. بصوا ده جهاز التبييض طبعا، ده اللي هو ايه اسنان الممثلين بقى، انتوا تبقوا شايفينها عامله ازاي. وعايزه اوريكي حاجه كمان، احنا عندنا الشاشه دي ده تلفزيون، بحيث ان المريض وهو نايم على السرير بيشوف كل حاجه بتتعمل جوه بقه، عشان لو في حته وجعاه مش عارف يقول للدكتور عليها يشاور له عليها بالظبط، لو في حاجه محتاجه الدكتور يشرح له عليها حاجه يشرحها له بالظبط، يشرحها له قدامك اهو، كل حاجه قدامك ما شاء الله. طب احنا عاملين كارت ب 20 جنيه، الكارت ده بيعمل لنا خصم كام؟ 20% لمده سنه كامله على كل التخصصات في كل الكشوفات سواء اخصائي او استشاري. الكشف ده الكارت ده بس لمتابعين قناه القبطان والاميره. يعني انت تيجي بتعملي كارت هنا زي عضويه كده مثلا ب 20 جنيه، ثمن الكارت والتغليف بس مش ثمن حاجه ثانيه. ايوه، بتاخدي بقى بيها خصم لمده سنه 20% على اي حاجه بتيجي تعملها هنا، تخصص على اي دكتور اخصائي او استشاري في اي تخصص في اي وقت طول السنه لمده سنه كامله ب 20 جنيه. ما شاء الله ما شاء الله، الله ينور. عندنا بقى كشف الاستشاري، خليني اقول لك بيبقى كام بالظبط. احنا كشف الاستشاري ب 250، 20% خصم هيبقى ب 200. كشف الاخصائي ب 150، 20% خصم هيبقى 120 جنيه. كشف الاسنان ب 100، 20% خصم هيبقى ب 80. ده بس لمتابعين قناه القبطان والاميره اللي هيعملوا الكارنيه. ايوه، يعني اللي مش هيعمل الكارنيه هيدفع ثمن الكشف عادي. الكارنيه ب 20 جنيه بس بيدي خصم 20% لمده سنه كامله من تاريخ عمل الكارنيه. جميل. نتكلم على عياده الاسنان. اولا انا عايزه اقول لك على عياده الاسنان ان احنا عندنا مثلا ده جهاز الاشعه، انا عايزه اوريه لك بس بيطلع ازاي من الحيطه. جهاز الاشعه بتاعنا اهو، جهاز متحرك تمام. جهاز الاشعه بتاعنا ده بيطلع والدكتور بيحركه بالريموت ده، عشان بس مش دكتور الاسنان مش عارفه الدكتور بيحركه بالريموت ده وياخد الاشعه اللي هو عايزها للمريض على الكرسي بتاعه. انت ما بتضطرش تروح مكان تاني عشان تعمل الاشعه بتاعتك ونتاكد احنا محتاجين ايه. عندنا الاضاءات اعلى مستوى من الاضاءات، التعقيم اعلى مستوى من التعقيم. لا الحاجه تحفه. الاجهزه كلها احدث اجهزه زي ما انتم شايفين. جهاز التبييض اللي عندنا ده اللي موجود هناك ده احدث جهاز تبييض موجود في مصر. ما شاء الله ما شاء الله. هم يا جماعه اصلا مجموعه الدكاتره اصلا، يا دكتوره ايناس عايشه عمرها كله كانت في كندا، كله في كندا، فهي ما شاء الله جايه بفكر وخبره وما شاء الله. احنا معانا 15 طبيب اسنان على مدار اليوم. الميزه عندنا ايه؟ الميزه عندنا ان انت بتحجز ميعاد، بتيجي الدكتور بيكون هو اللي مستنيك، مش انت اللي بتستنى الدكتور. احنا الفرق بين العيادات التخصصيه وبين المستوصف ان المستوصف انت بتروح في اي وقت تطلب اي دكتور وتقعد تستنى ساعتين 3 5، انما عندنا بتتصل بالتليفون تقول انا عايز احجز استشاري اسنان، هقول لك عندي 1 2 3 موعدهم 1 2 3 يناسبك منهم ايه؟ هتقولي يناسبني الميعاد الفلاني هحجز لك ميعاد. احنا ما عندناش ارقام، يعني احنا في ناس بتتصل بينا تقول ايه انا نمره كام عند دكتوره الباطنه، احنا ما عندناش نمره، احنا عندنا ساعه، لو اديناكي الساعه 5 الدكتوره بتكون مستنياكي الساعه 5، لو قلنا لك الساعه 7 الدكتور بيكون مستنيكي الساعه 7. ما شاء الله والله ما شاء الله. طيب نقول على عروض عياده الاسنان. اتفضلي يا مدام سالي. عروض عياده الاسنان عندنا تشمل التنظيف والتلميع ب 400 جنيه، الخصم 40% هتبقى ب 240. يعني هتيجي تعمل تنظيف لاسنانك كلها وتلميع لاسنانك كلها ب 240 جنيه. الحشو بيبدا من 350 جنيه اللي هو حاجه اسمها سيمبل كومبوزيت. الخلع للكبار بيبدا من 250 جنيه، خلع الاطفال يبدا من 175 جنيه، الخلع الجراحي يبدا من 700 جنيه. الخلع الجراحي اللي هي بتبقى عمليه فتح وخلع من اول 700 جنيه، وبنعملها هنا بتخدير موضعي في قلب العياده. تركيب الكريستاله اللي البنات بيحطوها دي ب 125 جنيه اللي هي بتتركب بره ب 500 و600 وانا سمعت انها ب 1000.
كشف الاسنان ب 80 جنيه. طب انا عايزه اقول لك على حاجه ثانيه، احنا دلوقتي يعني الحمد لله رب العالمين مصر بقى فيها وعي كبير، وبقى في نسبه مش قليله من اطفالنا متشخصين بامراض عقليه ما او نفسيه ما، زي فرط الحركه وعدم الانتباه، زي التوحد، زي الشلل الدماغي. الحاجات دي كلها الاطفال دول للاسف الشديد بيكون متابعه اسنانهم مشكله كبيره للام وللاسره، وبتلاقي بعد فتره ان الطفل ده اسنانه كلها او معظمها باظت. نعمل فيها ايه؟ احنا عندنا هنا اخصائيين واستشاريين في علاج اسنان الاطفال ممكن يساعدوا لو الطفل متعاون نوعا ما او الدكتور عرف يبني معاه ثقه يعمل له اسنانه هنا. طب لو ما ينفعش نعمل ايه؟ بناخد الطفل ده، احنا متعاقدين مع 12 مستشفى على مستوى اسكندريه كلها بكل المستويات من اعلى مستوى لاقل مستوى. بناخد الطفل ده نخدره في جلسه واحده بس وتعملوا له اسنان تحت التخدير الكامل، تحت اشراف استشاريين تخدير وعنايه مركزه، هم اللي بيخدروا الاطفال دي وبيعملوا الاسنان كلها في جلسه واحده بس. ما شاء الله. وكمان زياده في الخدمه انها تكون خدمه مميزه، احنا بنعمل الجلسات بتاعه الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه ذوي الهمم زي ما بنقولهم ببس بتكلفه المواد المستعمله. يعني دكتور الاسنان في الغالب بيبقى متبرع باكثر من 80% من اجره، ودكتور التخدير بيبقى متبرع باجره كاملا تقريبا. فاحنا لو انت هتاخدي طفل من الاطفال دول، او حتى في اطفال بيبقى عندهم رعب من دكتور الاسنان، فبيبقى عنده 4-5 سنين بايظين ودرسين 3 محتاجين يتحشوا او يتخلعوا، فبتلاقيه مش عارف يقعد ومش مستحمل. حتى لو هو طفل طبيعي ومحتاج الموضوع ده، احنا بنعمله لكم باقل سعر في اسكندريه كلها، ودي يعني بنقولها بالانجليزي جارانتي مضمون. ان احنا بنقول لكم اقل سعر لعلاج اسنان طفله كلها في جلسه واحده تحت التخدير الكامل، موجود عندنا في رعايه كامله ورعايه شامله تحت اشراف استشاريين واخصائيين في كل التخصصات. ما شاء الله. والنظافه نظافه. انا مش عايزه اقول لكم حاجه بتبرق. بصوا جمال والله يا جماعه، الله اكبر الله اكبر بجد. يعني انت مسكتي ده احنا هنعقمه دلوقتي. لا بصي بيلمع ازاي ما شاء الله. طبعا الكلام ده يعني عند دكاتره كتير مفيش الكلام ده، مفيش تعقيم ولا فيه اهتمام بالحاجات دي. ندخل بقى على عياده التغذيه ونشوف كمان العروض. نبدا بقى مع بعض. عياده التغذيه عندنا 5 اخصائيين واستشاريين تغذيه علاجيه شامله. التغذيه العلاجيه تشمل النحافه وفقدان الوزن، يعني لو حد عايز يخس اهلا وسهلا، لو حد عايز يتخن اهلا وسهلا. هنبتدي اول حاجه بجهاز الانبادي. ايوه ده احدث جهاز انبادي موجود في مصر، احنا كنا جربناه المره اللي فاتت يا مدام سالي عليكي. ايوه الحمد لله. بيعمل ما شاء الله طلعت الحمد لله حلوه، طلعت الحمد لله حلوه. نمسك الخشب وسط يعني. نمسك الخشب. الجهاز الانبادي بيحلل الجسم تحليل كامل، سواء دهون، عضلات، املاح، ميه، كل الحاجات بتاعت الجسم بيحللها كمان لمناطق. فمثلا انا عندي دراعي مليان شويه، هو اللي فيه دهون اكتر فيقول لك صح كده. بيقسم لك الجسم تقسيم كامل بحيث انه يقول لك الوضع ايه بالظبط، في انه جزء محتاجين نشتغل. يعني مثلا البطن هي اللي يطلع لك يقول لك منطقه البطن هي اللي فيها دهون اكتر، الكتف هو اللي صح كده. في ناس بقى عندها سمنه موضعيه. سمنه موضعيه يعني هي مهما عملت رجيم هنشها كبير، مهما عملت رجيم الفخذين ضخمين، مهما عملت رجيم دراعها مترهل، ولدت مرتين او 3 وبطنها مترهله وبتعمل رجيم بيفضل الجلد ده نازل. حلها فين؟ حلها في الجهاز ده. الجهاز ده اسمه جهاز الكافيتيشن، ده بيعمل تفتيت للدهون وشد للجلد وشد للعضلات، المنطقه اللي موجوده فيها اللي بيعمل فيها الجهاز ده. جهاز الكافيتيشن ده عاملين بس لمتابعين قناه القبطان والاميره، وتاني بس لمتابعين قناه القبطان والاميره خصم 50% على جلسات الكافيتيشن. الجلسه ب 250 هتبقى 125. طبعا ده بقى بيظبط الدنيا وبيشد المنطقه، وبصوا حاجه سحر كده. يعني لو واحده دراعها مترهل بيشد الترهل. طب كام جلسه يا دكتوره؟ اقل حاجه 3 جلسات، ممكن يكون 4 جلسات على حسب نسبه الترهل او نسبه الشد اللي محتاجين نعملها، على حسب الحاله، نسبه الدهون اللي موجوده. يعني في ناس مثلا عندها دراعها اليمين ادخن من دراعها الشمال، فدراعها اليمين فيه دهون اكتر فهيحتاج جلستين 3 اكتر، دراعها الشمال هيحتاج جلستين بس. اقل حاجه 3 جلسات. احنا عاملين لكم مخصوص لمتابعين قناه القبطان والاميره مدام سالي خصم 50% على جلسه الكافيتيشن ب 125 جنيه بدل 250. ما شاء الله. وعلى فكره واحدث اجهزه، احدث حاجه واحسن حاجه وانضف حاجه. الله يبارك لك. كمان الجلسه دي سعر الجلسه الاصلي 250، دول اقل سعر جلسه كافيتيشن في اسكندريه كلها. ما شاء الله. احنا ماشيين بمبدا ان احنا البركه في القليل، وان احنا بنحاول نوصل الخدمه الطبيه المتميزه لكل الناس، لان انا من حقي كمواطنه مصريه ان انا اخد خدمه تضاهي كل الخدمات الطبيه في اعلى المجتمعات من غير انتظار. صح، من غير انتظار. ما شاء الله. الحاجه الثانيه الانبادي، ده بقى سعره اصلا كام؟ 50 جنيه في كل حته. ايوه بس مش هو نفس الجهاز ده، هيكون انبادي اللي هو اقل اللي احدث واحد. احنا عاملينه برده ب 50 جنيه وخصم 50% لمتابعين قناه مدام سالي. يعني هناخده ب 25 جنيه يا جماعه. يعني اي حد هيجي يعمل انبادي ب 25 جنيه. ما شاء الله. عندنا بقى مفاجاه المفاجآت ان الكشف زائد 3 جلسات متابعه ب 200 جنيه بس، اللي هو اصلا اقل من سعر الكشف في اي حته في الدنيا. انت لو عملتي كشف بس
فعند اي اخصائي تغذيه في اي حته او اخصائيه تدفعي 200 250 300، في ناس كشوفاتها وصلت 500 و700. احنا عندنا الكشف وثلاث جلسات متابعه لمتابعين القناه ب 200 جنيه. حلو، يعني ما شاء الله، يعني بصوا 3 مرات صح؟ يجي 3 ثلاث مرات متابعه وثلاث جلسات متابعه، يعني كشف وثلاث جلسات متابعه، يعني 4 مرات. حلو، 4 مرات يعني ب لو 200 جنيه، يعني انت هتيجي مرة في هتحسبيها على الأسبوع، الحته مره ب 50 جنيه. يعني بالظبط، يعني هتيجي مره في الاسبوع الشهر هيقف معاكي ب 200 جنيه. ايوه ايوه. احنا دلوقتي كلنا في الازمه الاقتصاديه الحاليه في مصر، كل الناس بتشوف ايه ابدا من ايه. طيب في ايه ابدا من صحتنا، في ايه ابدا من شكلنا الجسماني. احنا عاملين النهارده الحوار مع مدام سالي علشان احنا كلنا طالعين من رمضان. يا مش قادره اقول لك بقى، عايزين نعمل فورمه الصيف. وانت بخير يا رب. على الصيف والعيد الكبير، عايزين نظبط ونهايات المدارس، ومحتاجين كلنا نفوق لنفسنا ونفوق لاولادنا ونفوق لحياتنا. فعشان نعمل الكلام ده بقدر محترم ومتاح، كمان مبلغ مش كبير. يعني انا لما هدفع 50 جنيه في الزياره كاني عملت، والله يا مدام سالي مش عايزه اقول لك انه اقل من اقل سندوتش شاورما. حقيقي. دي عروض بقى، كيف بلاش شاورما بقى، احنا في عياده التغذيه صح كده؟ ايوه تمام كده، احنا خلصنا عروض عياده التغذيه. تعالوا نشوف العياده اللي جايه ايه دلوقتي بقى. احنا معاكم عند عياده الجلديه يا جماعه. بصوا بقى اهو، عندنا بقى طبعا الحاجات اللي انتوا كلكم بتسالوا عليها، التقشير على البارد والكيميائي والميزوثيرابي والحاجات دي كلها. تمام. احنا عياده الجلديه عاملين الكشف زائد 3 جلسات نضاره ب 1000 جنيه بدل 2000. جلسه الديرما بين اللي هو ده زائد جلسه تقشير ب 1000 جنيه. الديرما بين كل البنات عارفينه، اللي بيعالج كل مشاكل البشره ب 1000 جنيه. هو جلسه ديرما بين زائد جلسه تقشير. 3 جلسات ميزوثيرابي بالخلايا الجذعيه ال سي ب 1600 جنيه. احنا عندنا كل الحاجات بتاعت الاجهزه بتاعت الجلديه، ده بيشيل الرؤوس السوداء، ده الديرما بين اللي بيعالج كل المشاكل. عندك كمان جهاز السنترفيوج، بنعمل جلسات بلازما للوش وللشعر. عندنا ما شاء الله النتائج ممتازه مبهره. احنا عندنا في عياده الجلديه استشاريين واخصائيين جلديه بيشتغلوا مع الحالات واحده بواحده لحد ما يوصلوا للنتيجه المتاحه. ما شاء الله احنا عندنا مثلا، كان عندنا احد الامثله، كان عندنا طالب في الجامعه في كليه الطب ووشه كله حبوب وولد، فعنده شعر وهرموناته مختلفه. بعد تاني جلسه انا شفت اختلاف، بعد رابع جلسه انا ما عرفتوش هو داخل، هو مين ده ما شاء الله، قد ايه وشه بقى وهو ولد. فما بالك بقى البنات. بنوته. البنات عندنا بنات بيجوا، كان في بنت عندها نوع من انواع الصلع الوراثي، عملت لها جلسات بلازما في شعرها، ما شاء الله الشعر نبت بعد ثالث جلسه والدنيا بقت ممتازه. ما شاء الله. عياده الجلديه عندنا تحت اشراف 2 من الاستشاريات الجلديه من اشهر الاستشاريات في اسكندريه. لو رحت واحده فيهم في عيادتها الخاصه هتدفعي 800 جنيه في الكشف. ما شاء الله. عندنا هنا عاملين لك الخصم بقى ب 200 جنيه بس. 200 جنيه يا جماعه. فبدل ما تروحي لها عيادتها وتدفعي 800 جنيه وهتستني بالشهرين 3، هتجي لها عندنا هنا وتدفعي 200 جنيه بس وهي اللي تكون مستنياكي. ما شاء الله. انا بقى ندخل على اهم عياده بالنسبه لي وهي المقربه جدا لقلبي، وهي عياده الاطفال يا جماعه. طيب نبدا بقى. نقول عياده الاطفال. احنا عندنا في الاطفال دكاتره اطفال، بطنه اطفال، ودكاتره اطفال جراحه اطفال، ودكاتره اطفال صحه نفسيه للاطفال. احنا عروض المره دي على الصحه النفسيه للاطفال. احنا عندنا في الصحه النفسيه عندي فرط الحركه وعدم الانتباه ب 150 جنيه، فرط اختبار توحد وتشخيصه ب 150 جنيه، اختبارات الذكاء ب 250 جنيه. يعني ايه اختبار ذكاء؟ يعني انا دلوقتي ابني داخل اولى ابتدائي، بنتي داخله اولى اعدادي، ابني التاني داخل ثانوي، انا مش عارفه مستوى ذكائه قد ايه. العيال كلها اذكياء بس كلهم ماسكين التليفونات عاملين فيها كده. انا محتاجه اعرف ابني محتاج يدخل علم ولا لا، محتاجه اعرف ابني طريقه مذاكرته الصح ايه. في ولاد بتذاكر بعينيها، وفي ولاد بتذاكر بالسمع، وفي ولاد بتذاكر بالحركه، تلاقيه ماسك الكتاب رايح جاي رايح جاي، وفي ولاد ما بيعرفش يذاكر اصلا، هو مش عارف يقعد على المكتب ويرسم. كل الكلام ده حله في عياده الصحه النفسيه للاطفال الموجوده عندنا. احنا عندنا منطقه انتظار للاطفال. منطقه الانتظار دي مراقبه بالكاميرات، ده نمره 1. نمره 2 في ممرضه بتيجي تقعد. ايوه. فلنفرض ان انا ام وعندك كشف او 3 وهدخل، الطفل هيعمل جلسه اختبار ذكاء، مش لازم يعمل جلسه تخاطب مثلا. احنا عندنا هنا التخاطب برضه في نفس عياده الصحه النفسيه للاطفال. طفلك او طفلتك التانيين اللي قاعدين هيلعبوا في المنطقه هنا، يلونوا، يحطوا جزمتهم هنا، يلعبوا. دي اللعبه اللي على الحيطه دي عباره عن 7 8 العاب في بعض، وكلها العاب امنه تماما، والمنطقه دي معقمه تماما، بنعقمها كل ساعتين حتى لو محدش استعملها، وفي كاميرا شايفاها مركزاهم، وبنجيب لهم ممرضه تقعد قدامها. ما شاء الله. مش هتبقي خايفه ابدا على طفلك ابنك او بنتك اللي في منطقه الالعاب وانت جوه في الجلسه مع ابنك. ما شاء الله. تمام. احنا بنعمل العرض ده مخصوص لمتابعين قناه القبطان والاميره ومدام سالي. الله يبارك لك يا رب. العرض ده لو هنعمل الاشتراك بتاع ال 20 جنيه الكارت يديكي 20% خصم، هيبقى معاكي العرض ده لمده سنه. لو مش هنعمل الاسعار هتتغير في اخر الشهر ان شاء الله باذن الله.
عشان تدخل الجروب. يعني العروض اللي احنا قلنا عليها لغايه اخر الشهر مكمله. ايوه، انما اللي هيعمل كارت الاشتراك اللي فالعروض معاه لغايه سنه. العروض معاه طول السنه هيتعمل بنفس الاسعار. ما شاء الله، الله ينور. عايده النساء والتوليد يا جماعه، ودي برضو حاجه مهمه جدا، متابعات الحمل، تركيب اللوب. انت قلتي تركيب اللوب عندكم بيبدا من كام؟ احنا عندنا بس عشان متابعين القناه، الكشف اللي هو بالجهاز الالترا ساوند، الجهاز الاشعه التلفزيونيه شامل تركيب اللولب، بيبدا ب 200 جنيه على حسب نوع اللولب. على حسب النوع اللي بتختاروه. انواع كتير، بس يعني لان الكشف والتركيب ب 200 جنيه يا جماعه بيبدا. يعني ده اقل حاجه. احنا الاسعار بره نار نار. احنا عاملين عروض في عياده النساء على المسح من عنق الرحم، خلع وتركيب اللوالب، متابعه الحمل ومتابعه التبويض. البنات اللي حامل ومحتاجه تتابع حملها من اول يوم، اتفضلي عندنا باكيجات متابعه مرتين، 6 مرات، 10 مرات لحد الولاده. احنا الولادات عندنا كمان احنا معانا 10 دكاتره نساء وتوليد استشاريين واخصائيين. في واحد من دكاتره النساء اللي عندي استشاري كشفه في عيادته بره 750 جنيه. ما شاء الله. يكشف هنا في العرض بتاع مدام سالي ب 200 جنيه يا جماعه. اوكي، نفس الاستشاري ده ممكن يعمل لك الكشف ويركب لك اللولب ب 200 جنيه بس. ومش هتستني هو اللي الدكتور هيبقى قاعد مستنيكي مش انتي. زي ما انتم شايفين احنا كل حاجه عندنا حاجه مستوى من النظافه فعلا. والتقييم، واهم حاجه عندنا ان احنا ما فيش انتظار في مواعيد. ما شاء الله ما شاء الله. تقريبا قلنا لكم العروض كده معظمها، ولسه في عروض تانية برضو انتوا لما تيجوا بقى او تتصلوا حتى وهم هيقولوا لكم على باقي العروض. عندنا برضو بقى اخر كده حاجه، انا عايزه اقول لك احنا ايه التخصصات اللي عندنا. احنا عندنا عياده النساء دي تشمل النساء ومتابعه الحمل والاورام النسائيه وكل النساء وتوليد كلها. عياده الاطفال زي ما قلنا، بطنه الاطفال، اي حاجه في الاطفال سواء صدريه، قلب، كلى، كل الحاجات دي موجوده عندنا. جراحه الاطفال وتشمل الطهاره، وطهاره الاطفال الذكور الاقل من 2 سنين ممكن تتعمل في العياده بتخدير موضعي. وعندنا الصحه النفسيه للاطفال، وده جزء ثالث من عياده الاطفال. عندك عياده البطنه فيها تخصص البطنه العامه اللي هو متابعه ضغط او سكر، عندك تخصص البطنه والكلى، تخصص البطنه والجهاز الهضمي، تخصص البطنه وغده الصماء. الموضوع انه الكشف بالاشعه التلفزيونيه مشمول جوه سعر الكشف. يعني اللي هيجي يكشف بطنه وجهاز هضمي، الاشعه التلفزيونيه بتاعت الكشف مشموله جوه سعر الكشف. في اي حته في الدنيا بتروحي بيقول لك عملتي اشعه تلفزيونيه ب 180 جنيه ولا 200، غير سعر الكشف 250 300. في الاخر بتلاقي ناس دفعتي 500 جنيه وانت الدكتور كشف عليكي بالجهاز. هنا الدكتور بيكشف عليكي بالجهاز جوه سعر الكشف بالالترا ساوند. قلنا بطن وغده صماء، وقلنا الامراض الصدريه. احنا عندنا 2 من اخصائيات الامراض الصدريه اللي بيشتغلوا في مستشفى المعموره للصدر، موجودين عندنا هنا بالتناوب في العيادات، تحت امركم في اي وقت. بيعملوا كل الفحوصات والتحاليل بتاعتهم موجوده عندنا هنا وتنوروا. بعد كده عندنا عياده الانف واذن والحنجره بكل تخصصات الانف واذن والحنجره، سواء حد طفل حط حاجه في مناخيره، حط حاجه في ودنه، عنده التهاب في الزور، الجيوب الانفيه، الصداع، اللوز، كل الحاجات دي والعمليات بتاعتها بنعملها احنا في المستشفيات اللي معانا. احنا النفسيه والعصبيه، احنا عندنا اسمها نفسيه وعصبيه وارشاد اسري. عشان المشاكل الزوجيه عندنا استشاريين واخصائيين لعلاج المشاكل دي. البنات اللي عندها المراهقه بقى والحاجات دي، مشاكل المراهقه، الحاجات دي كلها موجوده عندنا في العياده. البطنه، وعندنا طبعا السكر. احنا قلنا انف واذن وحنجره ونفسيه وعصبيه. الجراحات بقى عندنا جراحه عامه بكل حاجات الجراحه العامه، من اول فتح الخراج. احنا عندنا فتح خراج شامل المستلزمات بيتعمل في العياده، فتح كيس دهني، طهاره الذكور، كل ده بيتعمل عندنا في العياده، من اول فتح الخراج لحد الزايده، المراره، جراحات السمنه والنحافه، جراحات التجميل، جراحه العظام موجوده عندنا. لو حد لا قدر الله مكسور ولا حاجه بيجي بيتجبس وبيتعمل له المطلوب هنا. لو حد عايز يفك جبس بيجي يفكه عندنا. لو حد عنده غرز عايز يفكها او يخيطها بيجي يعملها عندنا. كل الحاجات موجوده عندنا في عياده الجراحه. ما شاء الله. تمام. وطبعا اتكلمنا على عياده التغذيه، السمنه والنحافه، وعياده الامراض الجلديه، وعياده الاسنان والمعمل. واهلا بيكم. الله يبارك لك يا رب دكتوره تسلمي، شكرا ليكي. والمكان بجد والله بيديك تجربه حلوه. التجربه اللي انت بتاخدها هنا عندهم مش سعرها خالص، المفروض يبقى سعرها اكتر من كده بكتير، بس هم عاملين عروض طبعا عشان خاطر متابعين القناه. تعالوا يا جماعه، الارقام موجوده معاكم على الشاشه، ونوروهم وعرفوهم ان انتم متابعين القناه. تسلمي يا دكتوره، كتر خيرك، شكرا.